أنا بصلي، وأنت كمان أكيد بتصلي، تقطع شوية توصل شوية. بس عمرك سألت نفسك، هو أنا فعلا بصلي ولا مجرد بحرك جسمي؟ أنا سألت السؤال ده بس متأخر، بعد سنين. بس لما جاوبت حياتي كلها اتقلبت. كل يوم نفس الروتين، أسمع الأذان، أفرش المصلية وألبس الطرحة وأبدأ. بس في الحقيقة أنا كنت واقفة بجسمي وقلبي في مكان تاني خالص. أوقات ببص للساعة، أوقات بفتكر مشكلة، أوقات أعد اللي فاضل من الصلاة. كنت لما بخلص مش بحس إني قربت من ربنا، بالعكس كنت بحس إني أديت واجب وخلصت. صاحبتي في يوم جت قالت لي، هو أنت كويسة؟ أصل كل مرة تخلصي صلاة تقعدي ساكتة، هو في إيه؟ هو أنت عمرك حسيتي إنك بتصلي بجد؟ قلت لها بصراحة مش عارفة، أحيانا كتير بحس إني بعمل حركات كده وخلاص. بصراحة أنا خايفة يكون ربنا مش قابل مني الصلاة. ردت عليا وقالت لي، يبقى هو ده الوقت اللي لازم تبدأي فيه صلاة بقلبك مش بس بلسانك. ومن هنا بدأت الرحلة. أيوة أنا سميتها رحلة الرجوع لربنا من باب الصلاة. هالة بعتت لي فيديو لشيخ كان بيقول، لو عايز تحس بخشوع حقيقي لازم تسأل نفسك، انت واقف بين ايدين مين؟ بعد ما خلصت فضلت ساكتة في مكاني، ورديت بيني وبين نفسي وقلت، أنا واقفة بين ايدين رب العالمين. معقولة أبقى واقفة بين ايدين رب العالمين وبفكر في فاتورة التليفون؟ من ساعتها بدأت أدور ازاي أتعلم الخشوع، مش بس من الشيوخ، من نفسي، من كل لحظة كنت بصلي فيها. وخدت القرار، كل صلاة هعيشها كأنها آخر صلاة في حياتي. قبل ما أقوم أقعد دقيقة، أسكت شوية وأقول، اللهم اجعل قلبي خاشعا ولساني ذاكرا وعملي مقبولا. أبدأ الصلاة وأقول الفاتحة، وكنت بعيش كل كلمة، الحمد لله رب العالمين. أفتكر كل النعم اللي ربنا بيديها لي وأقول له شكرا. مالك يوم الدين، أفتكر اليوم اللي هقف فيه لوحدي، لا مال ولا أهل ولا شهرة ولا أي حاجة، مفيش حاجة هتنفعني غير صلاتي. لما أوصل للسجود كنت أحيانا ببكي وأقول من قلبي، يا رب خذ بقلبي إليك وقربني وثبتني. الخشوع مش لحظة، الخشوع جهاد ورحلة وصدق ودعاء. في البداية كنت بسرح لأن عمر ما في حاجة بتيجي من مرة واحدة، بس المرة دي كنت برجع تاني. كل لما افتكر إني بين إيدين اللي خلقني كنت برجع تاني. في يوم اتصلت بيا صاحبتي وقالت لي، بابايا في المستشفى وحالته حرجة. رحت لها وقعدنا شوية. جه وقت الصلاة، قمنا اتوضينا ووقفنا عشان نصلي. صاحبتي كانت بتبكي وهي ساجدة وأنا ببكي جنبها. بعد ما صلت قالت لي، كنت بدعي من قلبي وحسيت إن ربنا سمعني. ساعتها هنا بس فهمت إن الخشوع الحقيقي بيبان في لحظات الألم، وقت إن ما يكونش فيه أي حد في الدنيا واقف جنبك غير ربنا. يا رب انت عارف اني قصرت، بس مش النهاردة. مش عايزة اكون من الذين بيصلوا وقلوبهم غايبة. علمني احب الصلاة مش أأديها وخلاص. خلي كل سجدة تقربني ليك، وما تخرجنيش من الدنيا إلا وقلبي ساجد ليك. ده الكلام اللي قلته ودعيت بيه بعد ما خلصت صلاة، وبعد كلامي مع صاحبتي. لو وصلت لآخر الفيديو فدي أكيد رسالة ليك. ربنا عايزك تقف بين إيديه، مش بجسمك، بقلبك كله. الخشوع مش حلم بعيد، هو باب كلنا نقدر عليه. ابدأ، ولو حتى بدقيقة واحدة تركز فيها وتقول، يا رب خذ بقلبي إليك، وهتشوف العجب.
اللهم اجعلنا من خاشعي القلوب، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعل صلاتنا راحة لنا، وسجودنا مناجاة نلقاك بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو حبيت الفيديو اعمل سبسكرايب واكتب لي تعليق وشارك الفيديو مع ناس بتحبهم.